الجيل الجديد يا جماعة مش عاجبه الجيل بتاعنا، يقول لِك أنتِ غاوية تعب قلب، كل حاجة هاتيها من برّه جاهزة، يعني كل حاجة أي أكلة عايزة تجيبيها سهّلي على نفسِك وهاتيها من برّه جاهزة، بس أنا ما باحبش، اتعودت إن كل حاجة باعملها بإيدي. الجيل الجديد اللي طالع ده مش عايز يعمل أي حاجة، عايز يجيب المحشي محشي والسمك مشوي والفراخ مشوية والرز معمول، بس كده تفتحي وتحطي تاكلي بس كده. طب إن شاء الله أنا يعني أنا كأم بقى لازمتي إيه في البيت؟ وغير كده أنهي ميزانية إن شاء الله اللي هتستحمل الأكل من برّه، ده أنتِ ما شاء الله لو هتجيبي كيلو سمك من برّه ني ب100 جنيه، لو هيشويه لِك برّه هتلاقيه دافع لِك فيه 150، 170 جنيه على شوية شوي وتنضيف، وإن كان حاط لِك معاه علبة مخلل والّا حاجة. لأ أنا أجيبه في البيت وأعمله بطريقتي، وأبقى على الأقل ضامنة نضافته، وضامنة إن هو حلو، وضامنة إن أنا جايبة الحاجة صاحية في إيدي وصابحة وحلوة وزي الفل. كمّلي الفيديو معايا للآخر، اعمل متابعة للقناة ودوس لايك، ربنا يكبر بخاطرك وينوّر لك كل اللي في بالك. يالّا هتعمل متابعة للقناة، وبنرحّب جدًا، جدًا، جدًا بكل المتابعين الجداد، وأنتم كلكم على راسي يا جماعة. قُمت بقى طبعًا النهارده السوق بتاعنا كلكم عارفين النهارده الاتنين، النهارده السوق بتاعنا. طبعًا كنا في السوق، بيبقى عندنا برضه سوق كده في الآخر، سوق سمك. أنتِ بيبقى فيه جميع أنواع الأسماك اللي تخطر على بالِك، كلها، المجمدات والصابحة والميتة والحلوة من أول القراميط والبسارية لحد بقى الجمبري واللي أنتِ عايزاه كله. شوفي معاكِ إيه بقى وهاتي. طبعًا بنجيب السمك اللي أنتِ عايزاه وبتنقي الحاجة اللي أنتِ عايزاها وبنجيبها بقى. فأنا طبعًا جِبته ونضّفته، في طبعًا ناس موجودة معاهم برضه بتنضّف وكده، بس أنا باحب أتعب نفسي شوية. طبعًا باجيبه أنا بقى، أنا أقوم منضّفاه ومتبّلاه وراكناه، بس أنا من عادتي إن أنا باحب لمّا باجيب السمك بتاعي أنضّفه، أنقعه ساعة أو ساعتين كده بمَيّة بملح بليمون، والله بتطلّعي السمكية زمان وريتها لِك من جوّه كده فُلّة قشطة من جوّه، السمكية بسم الله ما شاء الله ما فيهاش غلطة. وتتبّلي التتبيلة اللي أنتِ عايزاها، هتشويه براحتِك، بس أنا عن نفسي باحب السمك المقلي جدًا يا جماعة، خصوصًا البلطي، من أكتر أنواع الأسماك اللي باحبها. وطبعًا الأكل أذواق. طبعًا عملت معاهم بقى شوية رز صيادية حلوين كده، رز الصيادية من غير كركم، من غير كاري، من غير كل الألوان اللي أنتِ بتتكلمي فيها دي، يحرقي البصلاية بتاعته. هتقولي لي هتبان في الرز، والله العظيم لا بتبان ولا حاجة، بتبقى زي الفل وبتدّي له طعم وريحة وبيبقى طعمه زي الفل. وضيفي ورقتين لورا، هتعملي أحلى طبق رز صيادية ممكن تعمليه. وطبعًا المَيّة بتاعته طبعًا أنتِ كل واحدة فينا عارفة الرز بتاعها بياخد مَيّة قد إيه، وبالطريقة برضه بتحبيه لين شوية، بتحبيه مستوي زيادة، بتحبيه مفرفر زوّدي. عملنا جنبه طبق سلطة، وقلينا السمك بتاعنا، وعملنا أحلى غدا ممكن يتعمل. عايزة أقول لكم إن أنا من عشاق السمك يا جماعة جدًا، 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 لو كلته كل يوم ما بازهقش. عيالي طبعًا يعني هي مش قد كده، يعني ممكن مرة في الأسبوع، إنما غير كده طبعًا ما بيرفضوا، إنما أنا عاشقة